انت عارف السماعه الهاند فري اللي بتلبسها في ودنك دي وبتسمع بيها الاغاني او بتسمع بيها الاصوات العاليه، مهرجانات او بتسمع دروس او بتسمع ايا كان اكتر من 3 4 ساعات في اليوم، او بتعلي صوت فوق ال 60%؟ انت عارف ان انت كده بتدمر في العصب السمعي بتاعك. تعال انا اقول لك ازاي تستعمل السماعه صح في الفيديو ده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. خلينا اتكلم النهارده عن سماعات الاذن الهاند فري او الايربودز او اي سماعات اللي هي البلوتوز اللي بيستخدمها الناس كتير جدا. الفتره اللي فاتت انتشر قوي قوي قوي، تلاقي في الشارع ناس كتيره جدا لابسه الهاند فري وماشي ولا سائل في اللي حواليه، وناس كتيره جدا عندهم اولاد في اطفال او بنات او سن مراهقين مشغلين اغاني او اي حاجه وحاطين السماعات في ودانهم ونايمين على السرير لدرجه انه ممكن ينام للصبح والسماعات في ودانه شغاله على اعلى مستوى. مشكلة السماعات دي الناس مش واخدة بالها منها، لكن مشكلتها موجودة مؤقتة ومشكلتها مع الوقت المدى البعيد. تعال نتكلم الأول. احنا عندنا نوعين من السماعات بيلبسهم الشخص. في سماعات الهيدفون اللي بتتلبس من بره دي، وفي سماعات تانية بتتلبس جوه الودن زي الهاند فري اللي هي الكاوتش او العظمة دي، او البلوتوز او الايربودز. احنا بنكلمنا كله دلوقتي عن السماعات اللي بتخش جوه الودن، اللي فيها جزء بيخش جوه الودن ده، اللي هي السماعات الايربودز او الهاند فري سواء العظمه او الكاوتش. السماعات دي لما بتستخدمها وتعلي المستوى بتاعها لازم تعرف ان في خلايا في الجسم اسمها خلايا هير سيلز. الهير سيلز دي موجوده في العصب السمعي، وظيفتها ان تنقل الصوت من بره لحد تدي اشاره للمخ فتسمع. لو حصل تلف في الخلايا دي ما تسمعش، يحصل ضعف في السمع. موجود خلايا كتير جدا جدا لما بتتعرض لاصوات مستمره او اصوات عاليه جدا نتيجه السماعات اللي هي الهاند فري ديت المستوى فيها عالي شويه، تبدا يحصل تلف في الخلايا دي. الخلايا دي ما بتتجددش، يعني ما بيحصل تلف فيها خلاص التلف مستمر. مره مع مره بيحصل ضعف ويبدا ملحوظ مع الوقت، وبعد كده بتحتاج تقييم مقياس سمع، ولو في مشكله في العصب السمعي بتضطر للاسف محتاج سماعه بقى خارجيه بتاع هيرنج ايد اللي هي بتساعد في السمع. طيب يعني الاصوات العاليه دي فيها مشكله؟ خليني اقول لك ان السماعات دي لما بتستعملها فتره طويله جدا جدا ممكن تاثر على الخلايا دي. لو الاصوات عاليه جدا فوق ال70% او ال60% ممكن تاثر على الخلايا دي. كمان ان هي ممكن تعمل طنين، لان الطنين ده لما انت بتيجي تخلع، وكتير منا بيلاحظ كده لما نيجي نخلع السماعه بعد استعمال طويل 3 ساعات او 4 ساعات نلاقي ان في صوت مسموع في الودن، وده نتيجه اجهاد العصب. ده غير ان كمان ان السماعات دي ممكن تشاركها مع اي حد عنده التهاب في القناه السمعيه او الكلام ده، فممكن ينقل العدوى للاذن عندك. ده جانب ان هي بتدخل الشمع جوه الودن، ومره مع مره لو في فطريات او عدوى وممكن تعمل لك مشكله كبيره بعد كده في الالتهاب. يعني السماعات دي مشكلتها في الكلام ده؟ طبعا. ده غير كمان ان انت بتستعمل سماعات رخيصه جدا. في ناس كتيره جدا بيجيب السماعه رخيصه بحيث ان هي لو استعملها او اتقطعت يرميها ويجيب غيرها وخلاص. والسماعات الرخيصه دي للاسف ما فيهاش نويزي كنترول، يعني ما بتعزلش ايزوليشن، بتعزلش عن الضوضاء، وبالتالي ما بتسمعش كويس، فبتضطر تعلي السماعه لفوق جدا جدا، وبالتالي تعمل مشكله في العصب السمعي. يعني باختصار، لو انت عندك سماعات اذن ابن او طفل او اي حد بيستعملها فتره طويله لازم تلتزم باللي اقول لك عليه ده. واحد، اول اجراء لازم تعمله ان انت توطي الفوليوم نفسه، الصوت ما يزيدش عن 60%، لازم تحت 60%. رقم 2، ما تستمرش تسمع بالسماعه لفتره اكتر من 60 دقيقه يعني ساعه عشان ما يحصلش اجهاد في العصب. ما ينزيدش عن 2 ل3 ساعات في اليوم استخدام السماعه. لازم الفترات دي هي اكتر حاجه، يعني ما زيدش عن 60% مستوى الصوت، ما استعملهاش اكتر من ساعه مستمره، لازم افصل واريح شويه العصب السمعي. الحاجه الثالثه، ما استعملش اكتر من 2 او 3 ساعات في اليوم. الحاجه الرابعه، لازم استعمل سماعات كويسه جدا جدا، السماعات اللي هي الهيدفون اللي هي بتتلبس من بره، وتفادى اللي بتخش جوه الود. الحاجه الثانيه، اجيب سماعات غاليه يكون مضمونه ومكتوب عليها ان هي ميديكال، يعني ممكن مصرح بيها او الكلام ده يعني. الحاجه الثانيه، السماعات دي يكون فيها خاصيه عزل الضوضاء عشان ما تضطرش ان انت تعلي الصوت جامد عشان تسمع كويس، وبالتالي تضر العصب السمعي. يا ريت يا ريت ما تخليش اي ابن ليك او بنت في البيت ينام وحاطط سماعه في ودنه ومعلي الصوت جامد، هو كده بيدمر في العصب السمعي من غير ما ياخد باله. نصيحه مني لكل شاب او لكل حد بيستعمل السماعه، سمعك مهم جدا جدا، ولو حصل تلف في العصب السمعي هتزعل بجد، هتزعل جدا جدا يعني.
لو ليك تجربة مع السماعات او مع اي مشكلة تخص السماعات ديت، او عاوز تستفسر ازاي تحافظ على سمعك او الكلام ده، يا ريت تسيبهولي في كومنت. وقبل ما تقفل الفيديو يا ريت تفعل الجرس وتشير الفيديو وتشترك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.